النهاردة هنتكلم مع بعض عن أول خطوات تخليك تبدأ البرمجة صح، وكمان أشهر الأخطاء اللي المبتدئين بيقعوا فيها. لو أنت لسه جديد الفيديو ده ليك تماما. قبل ما تفتح أي كود مهم تعرف أنت عايز تتعلم البرمجة ليه. هل هدفك بناء موقع، تطبيق، لعبة؟ لما تحدد هدفك من البداية هتعرف تختار اللغة المناسبة وتتعلم أسرع من غير ما تضيع وقتك. الناس اللي بتبدأ بدون هدف غالبا بتضيع وسط اللغات والتقنيات المختلفة. اختيار اللغة الصح مهم جدا. لو مهتم بالويب HTML و CSS وجافا سكريبت هما البداية الأمثل اللي احنا لو عايز تعمل تطبيقات بيتون أو جافا هتكون مناسبة. أما لو ألعاب يبقى سي شير مع يونيتي أفضل اختيار. حاول ما تتعلمش كل حاجة مرة واحدة، ده بيضيع وقتك ويخليك تحس بالإحباط. وكمان لازم تعتمد على مصادر موثوقة، سواء يوتيوب، منصات زي فري كود كامب أو كود كادمي، أو كتب للمبتدئين. خلي مصدر واحد ثابت وانت مركز عليه بدل ما تقفز من مصدر لمصدر. ناس كتير بتضيع وقتها على فيديوهات عشوائية أو مواقع غير واضحة الجودة. الأهم من القراءة هو التطبيق العملي. حاول تطبق كل كود بتقراه. كل خطأ هتقابله هيديك خبرة أكتر ويخليك أقوى. المبتدئين أحيانا بيكتفوا بالمشاهدة وده بيخليهم مش فاهمين حاجة. ابدأ دايما بمشاريع صغيرة، صفحة ويب بسيطة، برنامج آلة حاسبة أو لعبة صغيرة. المشاريع دي هتخليك تطبق اللي اتعلمته بشكل عملي وتفهمه كويس، بدل ما تحاول تعمل مشروع كبير من البداية ويكسر عزيمتك. الكود هيرفض يشتغل أحيانا، هتقابل باجز وأخطاء وده طبيعي جدا. المهم تفهم الخطأ وتحاول تحله مش تتجنبه. حتى لو عملت خطأ كل تجربة هتعلمك حاجة جديدة. خلي التعلم عادة يومية، حتى 30 دقيقة يوميا أفضل من ساعة واحدة كل أسبوع. المداومة أهم من الوقت الكبير مرة واحدة. ركز دايما على المنطق مش الحفظ. افهم ليه الكود بيشتغل كده مش تحفظه بس. الفهم العميق ده هيساعدك تعمل مشاريع أكبر وتتعامل مع مشاكل أصعب بسهولة. حاول تنضم لمجتمع، سواء على تويتر، ديسكورد، أو مجموعات فيسبوك. المجتمع هيساعدك بنصائح، تحديات، ودعم من ناس خبرة، وده أفضل من العزلة التامة. وأخيرا أهم حاجة تبدأ دلوقتي، ما تخافش من البدء حتى لو مش كامل. كل مبرمج ناجح بدأ من الصفر زيك، وكل خطأ وكل تجربة هتخليك أقوى. ركز على خطوة واحدة في كل مرة. تابع فيديوهات قصيرة يوميا وسجل الملاحظات اللي اتعلمتها على ورقة أو برنامج. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك عشان تشوف باقي الفيديوهات عن البرمجة خطوة خطوة مع نيوبايت الصقر. واكتب في التعليقات أي خطأ أو خطوة تحب نشرحها بالتفصيل في الفيديو القادم. تذكر كل مبرمج ناجح بدأ من الصفر، وانت دلوقتي في بداية الرحلة. خليك دايما فضولي وجريء.